ده كان نتيجته ايه؟ كان نتيجته ان انت بدات تسمع يعني كلام او تحليلات او كلام مش عايز اقول يهينك لكن يقلل منك. تمام. اما يطلع مسؤول يتكلم على ان الاهلي فاقد اساسيات اللعب، مسؤول من نادي تاني فاقد اساسيات كرة القدم، فاقد اساسيات كرة القدم. الاهلي بلعيبته يعني محمد علي بن رمضان فاقد اساسيات لعب كرة القدم. زيزو اللي كان هو عنده هو من شهرين كان احسن لعيب واعظم لعيب في افريقيا. امام عاشور فاقد اساسيات لعبة كرة القدم، وسام ابو علي وحسين الشحات وحمدي فتحي وديانج كل دول فاقدين. وما احنا فاقدين اساسيات لعب الكرة. انت فاقد ايه؟ انت عارف الفرق اللي بيني وبينك في الثلاث سنين قد ايه؟ 63 نقطة في الدوري. يعني انا لو فاقد اساسيات كرة القدم انت لسه بتتعرف عليها بقى. تمام؟ فانت بتتكلم على حاجة يعني خلت اللي يسوى، مش عايز اغلط، مش عايزين نغلط في الناس، لكن بقى الموضوع بقى ده الحاجه الوحيده اللي تديني ان انا ابقى فاقد اساسيات كره القدم في الاهلي، ان هو اللي يكون مختار اللعيبه، هو اللي يختار اللعيبه بس. هل حاسس انه الاهلي هو اللي تسبب في ده؟ يعني هو ما قدمه من اللعيبه لا اللعيبه احنا بنتكلم عن فكره الدفاع عن كبريائك الكروي. يعني انت كنادي اهلي محتاج تدافع عن كبريائك في البطوله ديت، عن اسمك وعن تاريخك، وماتش بورتو تتعامل معاه على ان هو حياه وموت، يعني بغض النظر بتاع تصعد او ما تصعدش. الفرق بين دي وكاس العالم للانديه في كل سنه كان بيبقى مختلف شويه في المره دي يا ابراهيم. ليه؟ كاس العالم للانديه انت بتتكلم في 4 5 6 7 انديه بالكتير قوي، تمام، وسريع. لكن ده فضل 4 سنين، والحقيقه انت عامل صفقات كويسه جدا. يعني انت عامل صفقات كبيره، صفقات كويسه. فكان المردود انا اشوف انه كان يبقى احسن من كده يعني.